السلام عليكم. ازيكم يا شباب؟ عاملين ثانوية عامة 2026؟ هنتكلم النهارده امتى تبدأ مراجعة، والكتب اللي انت هتحلها، ونظام المراجعة والكلام من ده. الكتب اللي انت هتحلها ازاي، مش الكتب اللي انت هتشتريها كده. كان في فيديو قبل كده عن الكتب اللي انا كنت جايبها والكلام من ده. اول حاجة، اللي شاري كتب كتب مراجعة، سواء شاري كتاب 2 3 شاريهم عشان يخلصوا او عشان يستفاد منهم اقصى استفادة. فاحنا هنمشيها كده ورقة وقلم. المدرسين كلهم معظمهم هيخلص 15/4 10/4 والكلام من ده. يعني هيبقى معاك قد ايه على امتحان ثانوية عامة؟ هيبقى معاك بالظبط شهرين، يعني 60 يوم. انت شاري كتابين، هنقول له كتابين زي المعظم. الكتابين دول يبقى فيهم ايه؟ لو كل كتاب هو عامل 10 امتحانات بس شامله له، يبقى كده انت معاك 20. غير امتحانات الوزاره اللي هم تقريبا وصلوا ل 15، اللي هو ب 2021 والكلام من ده. يبقى معاك دلوقتي 35 امتحان. معاك 35 امتحان شامل في كام مادة؟ في 5. تمام. 35 في 5 بكام؟ تقريبا يعني تقريبا ب 175 على ما أعتقد يعني. 175 على 60، هنقول 180 على 60. يعني أنت محتاج تحل كل يوم 3 امتحانات شوامل تقريبا. لو أنت هتبدأ من إمتى؟ من 15/4. في أيام أنت مش هتعرف تحل فيها شوامل، وفي أيام هتحل فيها بدل التلاتة هتحل 6 و7 عادي. وفي ايام هتحل 5، وايام هتحل 4، وايام هتحل 2، وايام هتحل 1، والكلام عادي جدا. بس المشكله هنا، انت تيجي تقول لي طب انا ازاي هبدا احل شويه من 15/4 وانا اصلا يعني اكون ناسي المنهج والكلام من ده؟ هاجي اقول لك دلوقتي، لو انت لو لا قدر الله ان شاء الله يا رب، يعني باذن الله، لو الوقت دلوقتي مريح معاك سنه، يعني ايه معاك وقت؟ نرجع فتره رمضان، ما بعد رمضان، يعني بعد رمضان لو حسيت ان في وقت معاك شويه، اللي انت تحل مثلا كل يوم مثلا 20 سؤال من كل ماده على الفصل الاول في كل ماده. اعملها. يعني مثلا فيزياء، الكتب بتاع المراجعه النهائيه في المراجعات الجزئيه هتلاقيها عاملين لك الفصل الاول مقسمهم لك لكذا جزء. مثلا اول حاجه توصيل مقاومات، بعدين الكشف الاول، الكشف الثاني، قانون اوم، وحاجات من دي بيبقى متقسمه لك. لو انت خدت كل يوم عنوان، العنوان بيبقى تقريبا عليه 20 سؤال حاجه زي كده. لو انت خدت 20 سؤال في كل ماده، انت ممكن تخلص مثلا الفصل الاول خلال اسبوع. في ايه؟ مثلا فيزياء وكيمياء واحياء، انجليزي وعربي. الصراحه يعني ما بعتمدهمش كغير ايه، غير نحو وجرامر. ده لو انت ايه كقواعد. الكلمات لو انت حافظها من اول السنه مراجعتها سهله جدا. العربي ما فيهوش غير نحو وبلاغه والحاجات دي، فانت العربي والانجليزي مالكش دعوه بيهم دلوقتي، سيبهم. والحل الشامل بتاعهم لو انت متعود على القراءه والنصوص والكلام من ده ما بياخدش وقت لو انت هتحل. امال في اخر السنه بياخد وقت، عشان انت بتبقى عايز تبذل اقصى مجهود عشان ما تحاولش تغلط في النصوص او القراءه والكلام من ده، فبتحاول تفهم القطعه على قد ما تقدر. يعني نعمل ايه؟ لو انت معاك وقت او مش معاك عادي، ابدا مع مدرسين عادي 15/4 مراجعه جزئيه، وابدا براحتك زي ما بقول لك الخطه بتاعتهم والكلام من ده، وهترتاح والكلام من ده. انت دلوقتي انا بقول لك انت كده مش هترتاح، انت هتعتبر كده لو انت جايب كتاب 3 انت هتحل 5. ماشي؟ هتعمل ايه بقى؟ اللي هو كل يوم 20 سؤال من كل مادة، والله ما تاخد معاك نص ساعة، وهكون راجعت على جزء من الفصل. هتيجي خلال الشهر اللي فاضل لحد 15/4 هتكون خلصت لك فصلين 3. الفصلين 3 دول انت اصلا هتكون ناسيهم حرفيا. اول فصلين 3 دول انت بتكون دلوقتي ناسيهم ومش مجمع منهم اي حاجه. فانت هيكون معاك 3 فصول، واخر جزء اللي هو سواء عضويه او حديثه، او سواء مثلا في الاحياء دي ان ايه وار ان ايه ومناعه، فانت هتكون لسه فاكرهم. فانت هتروح داخل على امتحانات الشوامل مع بدايه 15/4 مثلا تحل لك شاملين 3 كل يوم لو معدى، عشان تخلص الكتب اللي معاك. اما في ايام مش هتحل عادي والكلام من ده، طبعا مع المراجعه الجزئيه بتاع المدرس. حتى لو انت رجعت الفيديو بتاع الكتب قلت لك انا كنت بحل جزء من كتاب، وكنت بحل شوامل من اتنين او 3. تمام؟ في مواد كده. انت مش عايز تعمل كده براحتك برضه، انا ده اللي اقول لك اللي انت عايز تعمله اعمله. انا بقول لك اللي انا كنت ماشي عليه. تمام؟ هتيجي تبدا تحل الشوامل من 15/4، هتوصل لحد 15/6 تكون انت مخلص الشوامل باذن الله. طب انت هتقول لي انا بدات الشوامل وانا مش مجمع افكار والكلام من ده، في الاول هياخد منك وقت. طب اعمل ايه؟ لو انت حاسس نفسك، لو انت مع بدايه حل الشوامل، لو انت مفيش خالص، هتضطر تسمع فيديو مثلا يوتيوب حل كذا. انت كده كده معاك 35 في كل ماده، فانت لو سمعت 2 3 في كل ماده هيبقى معاك 30 تتمرن عليهم. سمعت مثلا 2 في كل ماده 3 عادي، اسمعهم يا عم وشوف طريقه الحل والكلام من ده، هتجمع لك كذا فكره.
اما تيجي بقى تبدا تحل مع نفسك، خلي جنبك كتاب المفاهيم. كتاب المفاهيم خليه جنبك. الحاجه اللي انت مش عارفها او اللي انت مسقطها منك جيبها من كتاب المفاهيم. لو ما لقيتهاش من كتاب المفاهيم هترجع لها للكتاب بتاع الشرح الاساسي بتاعك، بس لازم تاكد عليه عشان هي في اخر السنه مش هتبقى معاك في كتاب المفاهيم. ليه بقول لك خلي كتاب المفاهيم معاك؟ علشان كتاب المفاهيم ده تدخل بيه اخر السنه، فانت لو احتجت حاجه منه فانت عارف هي موجوده فين، علشان ما تجيش في اخر امتحان اخر السنه تسيب لي وقت الامتحان وتقعد تلت ساعه ماسك لي كتاب المفاهيم عمال تدور على السؤال. لا، انت لازم تكون تعرف كتاب المفاهيم ده محتوى ايه، علشان لو احتجت حاجه في اخر السنه تعرف تجيبها بسرعه وما تاخدش منك وقت. ده اللي انا بقول لك عليه. هتبدا تحل شاملين 3 والكلام من ده، وكله هيجور بعضه، وفي الاخر هتلاقي نفسك حال الشوامل. هتلاقي نفسك في اخر السنه مختلف طبعا عن زمايلك، علشان هما لو ماشيين مع طريقه المدرسين. اقولها لك اهو، المدرسين معظمهم او كلهم اخرهم 5 شوامل. المدرسين كلهم اخرهم 5. لو يعني هم يقولوا انا حليت بيحل 8 9 10. تمام. انا بقول دلوقتي هتحل 35 في كل ماده. طبعا لو النظام ده مش هيمشي مع كله، في ناس بالذات البنات التوتر والقلق والكلام ده تحس ان الكميات كبيره والكلام من ده عادي جدا. انا بقولها لك علشان لو انت عايز تحل شوامل كتير، عايز تيجي في اخر السنه تلاقي نفسك قاعد تحل الامتحان بتاع اخر السنه في ساعه وتلت، ساعه ونص، معاك ساعه ونص تراجع فيهم، معاك ساعه ونص لو جاب لك امتحان شامل، لو جاب لك امتحان تاني انت هتحله. ده الغرض من ان انت تحل شوامل كتير، ان انت ترتب دماغك على اللي انت عادي ممكن تنقل دماغك من الفصل الاول تاني تالت، علشان المراجعات الجزئيه انت بتبقى مركز على حاجه واحده، الفصول كلها مش مجمعه في دماغك. انت ما مجمع غير ايه الحته اللي هو بيراجعها لك. انت مثلا مراجعه جزئيه الفصل الاول، انت ما في دماغك، ما فيش حاجه في دماغك غير الفصل الاول، فانت هتحل انت عارف انت بتحل الفصل الاول. امال لو انت ما بتحل شامل، انت بقى مش عارف اول ولا تاني ولا تالت ولا رابع، ولا انت هو عايز منك من ايه. فانت بقى بقول لك كده عشان تحاول، اللي هو انت مش فارقه معاك، انت مجمع افكارك كلها في دماغك، هتعرف ترتبها، هتعرف تحل شوامل، تعرف تحل امتحان اخر السنه. ده الغرض اللي انا بقول لك عليه عشان تبدا تحل شوامل من 15/4. مش عايز تعمل بالنصيحه اهلا وسهلا، عايز تعمل تمام، انتقد براحتك، اللي انت عايزه اعمله. فايه هي سنتك اعمل فيها اللي انت عايزه، مش سنه حد تاني، يعني دي تجربتك ولازم تعيشها. واسيب لكم كده يعني ايه حاجه كده بسيطه دينيه كده بمناسبه اخر 10 ايام في رمضان. ما تنسوناش في الدعاء، وجمعتكم مباركه، ودي اخر جمعه في شهر رمضان، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انت لازم تنتبه ان ال10 دول مش زي اي وقت تاني، انت لازم تجيب اخرك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم حتى ساعدك عشان تركز اكتر، قال صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من ال10 الأواخر من رمضان. طيب ده معناه ان احنا هنركز مع ال10 الأواخر بس الوتر منهم، يعني اللي هم ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 وليلة 27 وليلة 29، هنركز في دول بس؟ لا، ده معناه ان احنا هنركز في ال10 كلهم زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل، ولكن الليالي الوترية هتكون فيه حتة زيادة. ليه؟ عشان ممكن تكون ليلة القدر، ان احنا ده احرى ان هي تكون في ليلة وترية من ال10 الأواخر، ولكن انت ممكن اصلا تعتق في ليلة مش وترية، يعني انت ممكن تعتق في ليلة 24 وتدرك مثلا ليلة القدر في ليلة مثلا 25. فيعني الموضوع مش ان انت مثلا لا انا بس الليالي الوترية، لا، انت محتاج ان انت تجتهد في ال10 كلهم عشان تعتق وعشان تقبل وعشان خاطر ترضي ربنا سبحانه وتعالى وتحصل حسنات. وفي نفس الوقت انت محتاج ان انت تركز اكتر في الليالي الوترية عشان انت بتتحرى ليلة القدر.